السلام عليكم ومرحبا بكم عند نجاة شانيل. نتمنى يا ربي تكونوا بخير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشارك معكم اللحم بالبرقوق واللوز. كيجي على هذا الشكل مدغمر ومعسل، كيجي لذيذ لذيذ بزاف. الا تبعتوا هذه الطريقه والمقادير غادي ينجح معكم من اول مره. عندنا اللحم. انا عندي تقريبا كيلو ونص، كنديروه في الطنجره الكوكوط. آه تنديروا شويه الملحه، رصة المعلقة ديال بسيبيسة، زدت واحد شوية، رصة المعلقة ديال سكينجبير، طريقة ساهلة ومبسطة. رصة المعلقة ديال التحميرة، غير شوية، غير رصة المعلقة. الخرقوم بلدي اللي نديروه زيت شوية، تنديرو هكا معلقة صغيرة ما معمراش. وبالنسبة لهذا الخرقوم ديال الملون ديال الكاغط، صراحة أنا تندير منه شوية. درت واحد راسة المعلقة شوي شوية ديال القرفة، إلا كانت عواد ديروها عواد، وإلا ما كانتش عواد ديروا غير النسمة، غير شوية. نص معلقة صغيرة ديال البزار ما عامراش. كيف ما قلت لكم هذاك الملون تيعجبني ندير واحد شويه. الا ما بغيتوش ديروه ماشي مشكل، راه الخرقوم بلدي وهذا تيعطي اللون. ها هو درت واحد شويه. وبالنسبه للزيت ما تنديروهش دابا حتى تقلى شويه اللحم، عاده تنديرو الزيت تيشرب العطريه. زعفران، شعره زعفران حر كنديرو منه حتى هو شويه، وشويه الماء باش يتقل هذاك اللحم. تنقصوا عليه البوطه وتنخليوه يتقلى، وتنزيدو عليه بصله مشلضه وشويه القزبر والمعدنوس وواحد جوج فصوص ديال الثوم. مقادير بساط ولكن المذاق بالنسبه اللي ما تيصدقش ليها اللحم هكا محمر، ولا بالنسبه للمبتدئات، يعني طريقه سهله وغينجح معك من اول مره ان شاء الله. صافي غنخليوه يتقلى شويه، نحركوه شويه صافي، ومن بعد عاد نزيدو الزيت وشويه السمن، راس المعلقه هكا ديال السمن. صافي غادي نحركوه شويه. ها هو من بعد ما تقلى شويه غادي نضيفو الزيت غير شويه مع اللحم يدم، غنديرو غير شويه. درتي غير زيت المائده. صافي من بعد ما تقلى شويه مع داك الزيت غادي نضيفو الماء باش نسدو عليه. درت تقريبا كاس كبير هكا ونص كاس. وانتم كيبقى على حسب الكوكوط واش كتسد مزيان. الا كانت كتسد مزيان راه ديروا غير كاس كبير. انا شويه ما كتسدش ليا مزيان، ضروري كنزيد هذاك النص. خديت البرقوق درتو في كسرونه، غسلته مزيان، درت ليه الماء وغنديرو يتعسل. خديت واحد شويه اللوز باش نزوقو به، درتو يتسلق. ها هو البرقوق بدا كيطيب.
صافي خديت اللوز، درتو في مقلة، درت ليه شوية زيت بارد، من بعد ما قشرته ومسحته مزيان، نشفته مزيان، درت ليه شوية د الزيت بارد صافي، وغادي نحمرو شوية. وكيف ما قلت لكم الكمية راه كتبقى على حسب، درتو 2 طباسل ديال هذا طياب، راه كتزيدي اللوز كتزيدي البرقوق. ها هو من بعد ما تحمر شوية صافي غادي نحيدو. وكالعادة ما تنسونيش من جيم وبارطاج ولي كومونتير ديالكم الزوينة. صافي ها هو من بعد ما طاب البرقوق غادي ندير ليه واحد 2 معالق كبار ديال السنيدة، وواحد شوية القرفة، الا كانت القرفة عواد لوحو غير عود ديال القرفة. انا تقريبا درت شي 250 غرام هكا ديال البرقوق. صافي رست المعلقة صغيرة، الا ما كانتش ديروا غير عواد، شي عود ديال القرفة، المهم يتنسم. صافي غنخليوه شويه يتعسل وغادي نطفيو عليه. ها اللحم ديالنا طاب. التوقيت راه عينكم ميزانكم، على حسب البوطه على حسب الكوكوط، ساعه الا روب ولا ساعه، المهم على حسب. مره قلبوه، ملي تلقاوه طاب ونشف صافي راه هذيك الساعه وحطوه في الطبسيل. ها هو من بعد ما طاب عرفتوا، ما نقولش لكم النسمه اللي طالعه منه، ما نقولش لكم جربوا ان شاء الله وتردوا عليا الخبر. طالعه واحد النسمه ما نقولش لكم، بحال الريحه ديال المناسبات ديال العراس. نتمنى يعجبكم فيديو ان شاء الله. كيف ما قلت لكم ما تنسونيش من جيم وبارطاج، واللي باقي ما اشتركش في القناه يشترك ويضغط على زر الجرس باش يوصلوا كل جديد ان شاء الله. يعني كيجي الشكل والمذاق وكل شيء. شوفوا التغميره كي دايره. بالنسبه للمبتدئات يعني جربوه، راه طريقه سهله وغيصدق لكم من اول تجربه ان شاء الله. تغميره زوينه زوينه، خاطره وزوينه. صافي ها البرقوق من بعد ما تعسل نتوما عارفين هادشي، راه يعني راه معروف كيفاش كتحطي البرقوق وتحطي فوق منه شويه اللوز. انا تندير هذاك الماء ديال البرقوق، كناخذ واحد شويه وكنديرو من فوق اللحم، كتجي واحد البنه زويونه. واللي ما بغاش يديرو ما يديروش. صافي وها اللوز ديالنا، وبصحه الى فيديو قادم ان شاء الله.